ازيكم عاملين ايه؟ طاسة الكبدة دي بقى من اكتر الاكلات المحببة ليا، حلوة وسريعة وبتنزل على القلب كده على طول. في فيديو النهاردة هقول لكم طريقة المعتمدة للكبدة. مهما بعمل في طرق وفي وصفات للكبدة هتفضل دي احلى واسهل طريقة عندي للكبدة، من غير اي افتكاسات او اي اضافات ملهاش لازمة. بلاش تبخلوا باللايك للفيديو لو عجبكم، ويلا بينا على طول. اول حاجة طبعا بنجيب الكبدة هنا بلدي. بتبقى حلوة قوي في الطريقة دي، لان ما بتحتاجش مننا مجهود ولا تتبيلات ولا اي حاجة خالص. بقطع الكبدة، قطعوها بالتقطيعة اللي تحبوها، بالحجم اللي انتوا عايزينه. هقطع الكبدة، طبعا الكبدة البلدي بيبقى معاها حتة كبدة وحتة قلب، وطبعا لازم اضيف عليها حتة كده من الدهون، بتدي طعم حلو قوي. ده بالنسبة لأي طريقة انا بحبها، ويا سلام لو معاها بقى حتة كده من اللية، بتخلي الكبدة في حتة تاني. هقطع الكبدة وحتة الدهن اللي عندي. طبعا الكبدة البلدي ما بغسلهاش، لان بتكون حلوة وما فيهاش اي حاجة ولا فيها زفارة ولا زي الكبدة اللي هي التانية يعني. بعد كده بقى في طاسة على النار هكون منزلة فيها معلقة كبيرة حلوة كده من السمنة البلدي. مش هكتر سمنة، لان انا كده كده هضيف حتة دهن كبيرة يعني. اول ما الدهنه غيرت لون كده، يعني دقيقه كده على النار، هنزل عليها بعد كده بالكبده والقلب، وهبدا ان انا اشوحهم لحد الكبده ما تغير اللون بتاعها. لسه ما ضفتش اي حاجه خالص، ولا كنت ضايفه قبلها اي حاجه على الكبده يعني، ولا عامله لها تتبيله ولا اي حاجه. هدي تقليبه كده لحد ما اللون يغير. وبعد كده هكون مجهزة عندي قرنين من الفلفل، واحد يكون كده رومي بس ما كانش عندي فاستعملت اللي هو النوع التاني ده، وواحد يكون كده اللي هو الحار السبايسي. ممكن تستغنوا عنه لو مش حابين. هنقطعهم كده تقطيعة صغيرة. ممكن تضيفوا فلفل الوان او اي حاجة انتوا عايزينها، انا مش حابة اضافات كتير. بعد كده الكبدة غيرت لونها وقعدت شوية على النار عشان تكون بس استوت شوية. هننزل بقى بالثوم. ما بضيفش توم في الاول عشان ما يتحرقش معايا، عشان الثوم مش هياخد وقت. اول ما الثوم بقى يبدأ يصفر هننزل بالملح والفلفل الاسود. هي دي كل الاضافات اللي انا هحطها، مش هحط اي حاجة تاني. الكبدة واللحمة من الحاجات اللي ما بتحبش بهارات كتير وحاجات كتير، بالذات لو هي بلدي. ما بضيفش غير الملح والفلفل. دلوقتي هننزل بقى بالفلفل الشطة والتاني، بننزل بيه اخر حاجة خالص عشان مش عايزاه يقعد فترة طويلة على النار يعني. خلاص الكبدة قربت تستوي، فبننزل بيه في الاخر يعني. كده الكبدة بتاعتنا استوت، بنطفى عليها ونقدمها جنب اي حاجة احنا حابينها. بصوا مفيش ابسط من كده ولا احلى من كده. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. باي باي.